صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريتريائي. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم من صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية، ونقدم لكم فيما يلي فقرات برنامجنا لهذا اليوم، والتي تتضمن نشرة الأخبار، يليها برنامج مصطلحات ودلالات، تتخلل البرنامج أغاني وطنية ومقطوعات موسيقية. أطيب المتابعة نتمناها لكم مع برنامجنا، وفي مستهله إليكم عناوين الأخبار. الإريتريون يستغلون فتح الحدود مع إثيوبيا للهروب من جحيم النظام. والنظام الدكتاتوري يعتقل وزير المالية السابق. حزب الأورومو الديمقراطي يعيد انتخاب أبي أحمد رئيسا له. من عناوين الأخبار إلى تفاصيلها عبر صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. أفادت مصادر مطلعة عن تزايد وتيرة تدفق الإريتريين عبر معبر زالمبيس الحدودي نحو إثيوبيا هربا من جحيم النظام الدكتاتوري، مما يصعب من مهمة السيطرة على المنافذ الحدودية بين البلدين. فمنذ فتح المعابر الحدودية بين البلدين يصل مئات الإريتريين يوميا على متن الحافلات والسيارات وسيرا على الأقدام. وتشير الأنباء الواردة من هناك بأن أعداد الفارين في تزايد مستمر، ويسعى العديد منهم للحصول على اللجوء في مركز الفرز في إندباغونا الذي يقوم بتسجيل 600 حالة يوميا، ومن بين هؤلاء منسوبي القوات الإريترية النظامية. ويشكل الذين يسجلون في المراكز الرسمية نسبة ضئيلة من الفارين، بينما غالبيتهم ينضمون إلى أصدقائهم وعائلاتهم التي تقيم في إثيوبيا. ويعزو معظم الإريتريين سبب مغادرتهم البلاد إلى فشل النظام الإريتري في إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية تمكنهم من الحياة الإنسانية الكريمة في بلادهم. وتشير ذات المصادر إلى أن الكثيرين ممن التقوهم من الأطفال والنساء كانوا في سجون النظام، وآثار المعاناة والانكسار بادية على وجوههم. اعتقل النظام الدكتاتوري وزير المالية السابق برهاني أبرهي الذي كان قيد الإقامة الجبرية، وتعيش زوجته في السجن منذ سنة ونصف بحجة تهريب ابنها إلى الخارج. وجاء خبر اعتقاله عبر مكالمة هاتفية أجراها ابنه الذي كان مع والده لحظة اعتقاله. يذكر أن الوزير برهاني أبرهي كان حديث الشارع الإريتري في الأسابيع القليلة الماضية بسبب إصداره في الخارج كتابا بعنوان إريتريا بلادي من جزئين، انتقد فيه الوزير دور الدكتاتور إسياس في مرحلتي الثورة والدولة، بالإضافة إلى رسالته الصوتية التي بثت في الأول من سبتمبر الجاري، والتي طالب فيها إسياس الدعوة فورا لاجتماع المجلس الوطني وعقد مناظرة بينه وبين إسياس على الهواء عبر التلفزيون الإريتري. وبالتأكيد الكثيرون كانوا يتوقعون في أي لحظة اعتقال الوزير الذي تحدى إسياس من داخل أسمرة. انتخب حزب أورومو الديمقراطي أحد أحزاب الائتلاف الحاكم في إثيوبيا رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد رئيسا للحزب، وحاكم إقليم أوروميا لما ماغريسا نائبا له. كما انتخب لجنة تنفيذية من 9 أعضاء و55 عضوا للجنة المركزية، أبرزهم رئيس الوزراء أبي أحمد وحاكم الإقليم لما ماغريسا والمدعي العام الفيدرالي برهانو سجاي ووزير الخارجية ورقنيه جبايو.
هذا وقد قوبلت التشكيلة الجديدة للجنة المركزية لحزب الأورومو الديمقراطي باستياء كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم تحظى مناطق هرر، عروسة وبالي ذو الأغلبية المسلمة بأي تمثيل في القيادة الجديدة، وهي المناطق التي كانت رأس الرمح في الاحتجاجات العنفية التي ساهمت في التحولات السياسية التي تشهدها إثيوبيا في الوقت الحالي. مستمعينا الأفاضل، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار من صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. Eritrea, my eyes,
مصطلحات ودلالات، برنامج يعنى بشرح معاني بعض العبارات في علوم السياسة والإدارة والقانون والاجتماع والاقتصاد من منظورها اللغوي ومضامينها الاصطلاحية. وإلى حلقة اليوم من هذا البرنامج. نجدد التحية والترحاب بكم مستمعينا الأفاضل، وندعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مصطلحات ودلالات. مفهوم القومية. ناقش المؤرخون وعلماء الاجتماع والإنثروبولوجيا أنماط مختلفة من القومية منذ ثلاثينيات القرن العشرين على الأقل. كانت الطريقة الأكثر شيوعاً لتصنيف القومية هي وصف الحركات بأنها ذات خصائص قومية مدنية أو إثنية. هذا التمييز كان شائعاً في الخمسينيات من قبل هانز كوهين، الذي وصف القومية المدنية بأنها غربية وأكثر ديمقراطية، بينما وصف القومية الإثنية بأنها شرقية وغير ديمقراطية. ومنذ ثمانينيات القرن العشرين أشار علماء القومية إلى العديد من العيوب في هذا التقسيم الصارم، واقترحوا تصنيفات أكثر تحديدا وأنواعا عديدة مثل القومية المدنية والقومية الليبرالية. القومية الإثنية. القومية الإثنية هي شكل من أشكال القومية، حيث يتم تعريف الأمة من حيث الإثنية على أن الأمم تتحدد بتراث مشترك، والذي عادة يتضمن لغة وعقيدة وأصلا إثني مشترك، كما يتضمن أفكارا عن ثقافة مشتركة بين أعضاء المجموعة ومع أسلافهم. ومع ذلك فإنه يختلف عن التعريف الثقافي البحث للأمة، والذي يسمح للناس أن يصبحوا أعضاء في أمة عن طريق الاستيعاب الثقافي، ومن التعريف اللغوي البحث الذي ينص على أن الأمة تتكون من جميع المتحدثين بلغة محددة، في حين أن القومية بحد ذاتها لا تعني بالضرورة الإيمان بتفوق إثنية واحدة أو بلد على الآخرين. يدعم بعض القوميين التفوق العرقي أو الحمائية، وقد دفعت المعاملة الرديئة والتمييز والإهانة الذي لاقته بعض الأقليات في الدول الضخمة متعددة الثقافات على غرار الإمبراطورية الألمانية والروسية إلى تعريف القومية ليس على أساس هذه الدول، بل على أساس مدى الولاء لثقافة الفرد المنتمي لهذه الأقلية، ولا سيما اللغة والمعتقد الديني. ولم تحظى سياسات الاندماج القسري بشعبية تذكر. النزعة القومية. خريطة التوزع الجغرافي للغات في أوروبا يظهر وجود
انطباق كبير بين الحدود السياسية للدول مع لغاتها الخاصة، حيث ساهمت اللغات في زيادة النزعات القومية للشعوب ما أدى لقيام الدول القومية في القارة. فمنذ استخدام جوزيبي ماتريني الزعيم السياسي القومي الإيطالي هذا المصطلح للمرة الأولى نحو عام 1835 وانتباه المؤرخين والسياسيين لدلالته المهمة في الثقافة الغربية، احتل مفهوم القومية مكانة بارزة في الفكر السياسي والتاريخي والاجتماعي والثقافي. ولكن تناقض دلالته واختلاف الدور التاريخي والاجتماعي والفكري للنزعة القومية والفكرة القومية نفسها هو ما يثير الاهتمام غالبا. قال ماتزيني إن القومية هي انتماء جماعة بشرية واحدة لوطن واحد شريطة أن يجمعها تاريخ مشترك ولغة واحدة في أرض هذا الوطن. وأضاف العلماء الألمان وعلى رأسهم هيرد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحدة الثقافة النابعة من وحدة اللغة ووحدة مصادر التأثير الروحي النابعة من الدين ومن التراث الثقافي الواحد في اللغة الواحدة. ثم أضاف الماركسيون أسسا أخرى للقومية أهمها وحدة التكوين النفسي ووحدة السوق الاقتصادية. ولكن الدارسين المحدثين مثل كوهن وكامينا وغيرهما يكتفون عادة بوحدة اللغة التي تنبع منها وحدة الثقافة والتكوين النفسي ثم التاريخ المشترك الذي يخلق الانتماء أو الشعور به لأرض واحدة ومؤسسات اجتماعية وقضايا مشتركة. وخلال القرن التاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرين ارتبطت النزعة القومية سياسيا بحركة التحرير والوحدة في البلدان الغربية التي كانت مقسمة مثل إيطاليا وألمانيا وبولندا ومثل شعوب ودول أوروبا التي كانت خاضعة للاحتلال العثماني أو للاحتلال الروسي أو النمساوي في شرق ووسط أوروبا. ولذلك فإن النزعة القومية ارتبطت بالنزعة الرومانتيكية في الأدب والفكر والفنون التي كانت تمجد الحرية والبطولة الفردية والتخلص من قيود العصر القديم وتمجد التراث الشعبي كأصدق تعبير عن التلقائية وعن روح الشعوب وشخصيتها، كما ارتبطت أيضا بالليبرالية السياسية والاقتصادية التي كانت تريد المساواة الدستورية بين كل الناس في كل الحقوق والواجبات. ولكن مع تطور المجتمعات الغربية ونضج الاستعمار ارتبطت القومية في الغرب بالمنافسات الشرسة بين الدول على القوة وعلى السيطرة وعلى الأسواق. بينما أصبحت النزعة القومية منذ أوائل القرن العشرين دافعاً قوياً لحركات التحرير الوطني في المستعمرات وانبعاث الثقافات الوطنية للشعوب ذات الجذور القديمة في بلدان العالم الثالث مع نهاية الحرب العالمية الأولى تقريباً. فكانت هذه النزعة وراء إحياء لغات هذه الشعوب وتجديدها ودعوتها للاهتمام بتراثها القديم الأدبي والفكري والفني والحضاري عموماً، ووراء الاهتمام بمعرفة تاريخها وانتماءاتها الأصلية، ووراء حركات التأصيل والارتباط بالجذور مع أو إلى جانب أو ضد حركات التحديث حسب ما يفهم التحديث، وحسب ما يطبق بوصفه تطويرا للأصيل وتفاعلا مع عناصر قومية أخرى أكثر تطورا، أو بوصفة تقريبا
أي التخلي عن السمات الأصلية الموروثة واستعارة سمات الثقافات الغربية بدلا منها. وفي بعض الحالات ارتبطت النزعة القومية بمحاربة النزعة العالمية الكوزموبوليتانية أو بمحاولة الاستفادة منها، وعلى ذلك خضعت هذه الحركات القومية الجديدة وتجلياتها العديدة لدراسات كثيرة في الغرب والشرق. وأضاف المفكرون المحليون إضافات محددة على النظرية التي ارتبطت بالقومية في علوم الاجتماع والنفس والثقافة، كما أضافوا تأملات تطبيقية غنية وخاصة في العالم العربي وأمريكا اللاتينية واليابان. أما الدراسات الغربية فعمدت على تشويه فكر القومية أساسا، أو إلى اختلاف نزعات مضادة لها طبقية أو أممية، أو إلى تحريض النزعات الدينية والطائفية والعرقية ضدها. القومية الغربية. ظهر التشكيل القومي في أوروبا الغربية والولايات المتحدة في مرحلة لم يكن هناك تشكيلات قومية بالمعنى الحديث في آسيا وإفريقيا تتحداه حضاريا أو عسكريا. ويلاحظ أن صياغة رؤية الجماعات القومية في غرب أوروبا لنفسها قد استغرق وقتا طويلا جدا، ثم تم أثناءه صهر أو إبادة الأقليات الإثنية التي لا تنتمي للأسطورة القومية. ثم ظهر الاستعمار فزاد من الأسطورة ومن عدوانيتها وتجانسها وانغلاقها، وأضافت لها مقولات التفوق والنقاء العنصري التي تختزل الآخر في عنصر واحد متدني حتى يمكن تحويله إلى مادة استعمالية. وحينما بدأت التشكيلات القومية في شرق أوروبا ووسطها أخذت طابعا أكثر تطرفا في صيغتها الثلاثية والجرمانية، حيث طرحت الفكرة القومية كانتماء عضوي يكاد يكون بيولوجيا. وقد تمت الثورة القومية في الغرب تحت راية الطبقة المتوسطة وقيمها، وبخاصة الملكية الفردية والعقد الاجتماعي، وهي قيم انطلقت من مفهوم أن الفرد وليس المجتمع أو الجماعة هي نقطة الانطلاق ووحدة التحليل. وقد تم تخيل المجتمع على نمط السوق، علاقات خارجية بين أفرادها جوهرها هو العرض والطلب والبيع بأغلى الأسعار والشراء بأقلها. وقد انعكس ذلك على مفهوم الفن والفنان، حيث ظهرت الصورة ذات الإطار بدلا من الرسوم على حوائط الكنائس كشكل فني أساسي. فهذه الصورة تعبر عن رؤية فنان فرد يعرض فنه الذي يقتنيه من يستطيع شراءه وحسب. وقد ترجم ذلك نفسه إلى رؤية للتاريخ تتسم بالتجانس والتحدد، تركز على أهمية ومركزية الغرب في العالم وأهمية ومركزية كل ذات قومية. فمجد البريطانيون الذات البريطانية ومجد الألمان الذات الألمانية. وفي هذا الإطار ظهرت أسطورة الإنسان البدائي والإنسان غير المنطقي ولا عقلانية الشعوب المتخلفة، وعزلت الحضارات بعضها عن بعض، وعرف التاريخ بأنه ما هو مكتوب فقط، ثم تم تقسيمه إلى فترات محددة تتحرك نحو هدف حدد مسبقا، يكون عادة هو تحقق الذات القومية الضيقة المتجانسة المحددة.
بناء الدولة والحرب القومية. لاحظ الكثيرون من العلماء العلاقة بين بناء الدولة والحرب القومية، حيث يعتقد الكثيرون منهم أن تطور القومية في أوروبا ومن ثم الدولة القومية الحديثة كان بسبب خطر الحرب، أي أن التهديدات الخارجية لها تأثير قوي على القومية، لأن الناس يدركون بطريقة عميقة أنهم يتعرضون للتهديد، وأنهم فقط كأمة يمكنهم هزيمة التهديد بنجاح. وبالتالي مع تزايد التهديدات الخارجية تزداد قدرات الدولة الاستخراجية. ويجادل جيفري هيرست بأن عدم وجود تهديدات خارجية للبلدان في إفريقيا جنوب الصحراء بعد الاستقلال يرتبط بضعف الدولة القومية وقدرة الدولة. يقول باري بوزل إن القومية تزيد من شدة الحرب، وأن تلك الدول تتعمد الترويج للقومية بهدف تحسين قدراتها العسكرية. علم الاجتماع يجادل التفسير الاجتماعي أو الحداثي للقومية وبناء الأمة بأن القومية تنشأ وتزدهر في المجتمعات الحديثة التي لديها اقتصاد صناعي قادر على الاستدامة الذاتية، وهي سلطة عليا مركزية قادرة على الحفاظ على السلطة والوحدة، ولغة مركزية يفهمها المجتمع. يلاحظ النظريون الحداثيون أن هذا ممكن فقط في المجتمعات الحديثة، بينما تفتقر المجتمعات التقليدية عادة إلى المتطلبات الأساسية للقومية، فهم يفتقرون إلى اقتصاد مستدام ذاتي حديث، ولديهم سلطات مقسمة، ويستخدمون لغات متعددة، مما يؤدي إلى عدم قدرة العديد من المجتمعات على التواصل مع بعضهم البعض. ومن بين المنظرين البارزين الذين طوروا التأويل الحداثي للأمم والقومية كارلتون وجيه هايز وهنري وفريندان تونيس ورايند رانت وطاغور وآخرين. أشار هنري مين في تحليله للتغيرات التاريخية وتطور المجتمعات البشرية إلى التمييز الأساسي بين المجتمعات التقليدية التي تم تعريفها على أنها مجتمعات مركزية تقوم على الارتباط الأسري والأدوار المنتشرة وظيفية للأفراد، ثم تم تعريف المجتمعات الحديثة على أنها مجتمعات تعاقدية، حيث يتم تحديد العلاقات الاجتماعية من خلال العقود المنطقية التي يقوم بها الأفراد لتعزيز مصالحهم. ورأى مين تطور المجتمعات على أنها الابتعاد عن المجتمعات التقليدية إلى المجتمعات التعاقدية الحديثة. وهناك الكثير من الآراء حول القومية ودورها في تشكل الدول التي قال بها علماء الاجتماع والسياسة في المعسكر الليبرالي الاشتراكي.
الدولة القومية. الدولة القومية أو الدولة الأمة هي منطقة جغرافية تتميز بأنها تستمد شرعيتها السياسية من تمثيلها أمة أو قومية مستقلة وذات سيادة، فالدولة هي كيان سياسي وجيوسياسي، بينما الدولة القومية هي كيان ثقافي وإثني. مصطلح الدولة القومية يفيد التقاء وتوافق الجيوسياسي مع الثقافي والإثني، ومعا تشكل دولة القومية. مفهوم الدولة القومية يمكن مقارنته مع مفاهيم الدولة متعددة القوميات، الدولة المدنية، الإمبراطورية والكونفدرالية، وأشكال الدولة الأخرى والتي بدورها قد تتداخل مع مفهوم دولة القومية. الصفة المميزة للدولة القومية هو تماثل وتطابق الشعب مع الكيان السياسي ضمن الإحساس بالإثنية المشتركة، وقد يشمل الشتات أو اللاجئين الذين يعيشون خارج الدولة القومية. خلاصة الأمر، وبغض النظر عن الحروب والمآسي التي سببتها النزعة القومية في التاريخ السياسي للمجتمع الإنساني نتيجة النظرة الاستعلائية التي اتسمت بها، إلا أنه لا يمكن إنكار دورها في صياغة الدولة بمفهومها الحديث الذي اعتمد الحدود السياسية المكونة من عنصري الجغرافيا والإثنية، بخلاف ما كان سائدا في العصور السابقة من أن حدود الدولة هي حدود قوتها على السيطرة والهيمنة، مما جعل القوة والانتصار في الحرب هو معيار البقاء والسيادة لأي مجتمع على الآخر على قاعدة البقاء للأقوى. سنكو دينيشا أمرتمكو سنكو للنن تبتمكو ربي جبري حسا أمرتمكو بيتر عمتا تنيتمكو بيتر عمتا تنيتمكو تلك كو بريد حلك كواكي حملحي امي بكي فرس ملحين الدي تنبكي حدالكو مرحنو وكاي دليكو مرحنو وكاي ابو احمد كي زكاري زوبا مسيل لي محاري موبا سنادير هجراي تغوبا سنادير هجراي تغوبا دتي إديرش دتي كماعتو عيني دتكي وني سيناتو زيدكي شهتي بدي مربا شكي شهتي بدي مربا شكي رما مڑی کبیتی بڑی انو لبحب بڑی يد السملي يدعي تملي
عافية قعس كتلك رجهاديا جردن حبن هديا تلك المفندا الدنيا الله ربنانك ما حبنا ربربيا الله ربنانك ما حبنا ربربيا رما بهذا مستمعينا الأفاضل نصل بكم إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقي مرة أخرى دمتم في أمان الله. صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية.